السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين محمد عراقي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات، وحلقة جديدة وموضوع جديد. موضوعنا خاص باللايف الخاص بأستاذ رضا، اللي كان فيه كلام كتير أوي أوي، ومش أي حد هيتكلم عنه غير المتابعين الأذكياء وكأصحاب القنوات النقد اللي فاهمين النقد الحقيقي. المهم طلع الأستاذ رضا في اللايف ده وحب بقى يشكر كل المتابعين اللي كانوا عنده في اللايف، بس ما كانش متابعين بس، ده كانوا اصحاب قنوات كتيره معارضه ليه بالامس، ودلوقتي بقى حبايبه اللي هم نفس الاشخاص هم معارضين لمدام هناء لحد وقتنا هذا. المهم طلع ويرحب بيهم كلهم وطالع بالفيديو او طالع باللايف بيسامح في كل الناس. يعني انا شفت في اللايف طالع وبيسامح كل الناس، ودي حاجه كويسه جدا جدا. بس قبل ما نقول عن حاجه كويسه، هنحب ان احنا برضو نتكلم ونقول في زمن المصالح الكل بيتصالح. في ناس كتير هتسألني يعني ايه المقولة دي؟ يعني كل واحد في الوقتنا الحالي بقى بيدور على مصلحته فين وبيلعب عليها. يعني ايه؟ يعني كل واحد بيشوف المصلحة بتاعته جاية منين وبيروح وبيحك فيها. ده امر طبيعي اليومين دولت. بدأنا نشوف حاجات في كتير هيأيدني في المقولة وفي كتير هيعارضني، بس زي ما بقول لكم في زمن المصالح الكل بيتصالح. هو شاف دلوقتي ان الكورة في ملعبه في الجنب التاني، فقال لك اروح والعب هناك، والدنيا هناك حلوة والدنيا لذيذة والدنيا ماشية زي السكينة في الحلاوة. حتى اتكلم بقى عن التسامح، واتكلم ان هو بيسامح كل الناس، وان هو ان مش عيب ان حد كان بيغلط فيا بالامس فطلع دلوقتي وابتدى يعتذر لي، فانا مسامح كل الناس. هتكلم على الاخت فوزيه اللي طبعا اللي كان زعلان منها قبل كده، كانش طايق ان هو يقول اسمها، طلع وقال لك ان هي اعتذرت لي وان هي طلعت واتكلمت عني كلام كويس، وده امر طبيعي وده مبدأ حلو، مفيش كلام محدش يقدر يتكلم فيه. يعني انا واحد من الناس انا شايف مبدأ التسامح دي حاجة كويسة. بس طبعا قبل ما هنخش بقى في الموضوع لان في كلام كتير هيتقال، طبعا حابب ان انا اقول له الف مليون سلامة على الست الوالدة، وشفاها الله وعافاها وربنا يخليها لك. ده ملهاش دعوه اذا كان كنت بتفق معاك او بختلف معاك، ده ملوش دعوه خالص ان انا اطمن على والدتك واقول الف مليون سلامة عليها، وده امر طبيعي، وزي ما احنا قلنا ده من شيم الرجال. المهم نطلع تاني. بس انا حابب بس الفت انتباهه لشيء، يعني قبل ما اتكلم بس عن التسامح والحاجات دي كلها، حابب ان انا بس الفت انتباهه لشيء. انت ما بتتعلمش من الدرس اللي يعتبر بقيت تشوفه كتير. يعني ايه؟ عارف ان العين حق، وعارف ان الحسد موجود، وعارف كل الحاجات دي، ومع ذلك الاخ رضا ما بيتعلمش خالص. هتقولوا ليه ما بيتعلمش في حاجه زي كده؟ يعني يا برنس البرانيس نزلت واشتريت ذهب حلو، وجيت وقلت انا جايب الذهب ده لامي وجايب وعامل ومسوي، راح تشتري ذهب في وقت الذهب فيه بقى، يعني عايز اقول لك كانه الماظ. اول يومين دول بالذات في ظل الغلا وفي ظل غلاء المعيشه اللي الناس بقت صعبه جدا جدا، راح عند محلات الذهب وطالع وبتقول راح اشتري لامي ومش راح اشتري امي. ما امر طبيعي لازم والدتك يعني ربنا يخليها لك تاخد عين محترمه، ده امر طبيعي. والطبيعي طبعا هتقول ده عين بقى المتابعين بتوع مدام هناء، وعين مش عارف فلان وعين علان والحاجات دي كلها. بس انا حابب ان اقول لك ان مدام هناء او متابعينها من الناس المحترمين جدا جدا، اللي بيتمنوا الخير للغير، وعمرهم في حياتهم ما هيتمنوا الشر لاي حد حتى لو كانوا ضدك او لاي حاجه، لان هم بجد انا من معرفتي بيهم وبدات ان انا اتعامل معاهم ناس محترمه جدا جدا، ناس بتدافع دايما عن الحق، دايما حتى ما بتكرهش الخير لحد، بالعكس بيحبوا الخير لكل الناس. المهم نرجع تاني لموضوعنا. طبعا لقيتك في اللايف شغال والدنيا حلوة معاك، بس انا شايفك ان انت ما بتتقبلش بعض التعليقات او المعارضين ليك بالتعليقات اللي بتجيلك. شايفك بتتنرفز، شايفك بتبلك، شايفك بتتعصب بسرعة، مع ان ده مش صح. يعني انت ممكن تعليقات كتيرة بتجيلنا سلبية ممكن ناخد وندي معاها في الرد، التعليق مش عاجبني ممكن ما ردش عليه، لكن ان انا اطلع واتعصب على اللي بيعلق لي او ان انا اطلع واتنرفز عليه ده مش صح. ومش ده ما ينفعش يعتبر من صاحب قناه انه يطلع ويتعصب على المتابعين، بالعكس المتابعين بنستفاد منهم كتير، فما ينفعش ان احنا نتعصب عليهم او ان احنا حتى ما نتقبلش رايهم. خش في التعليقات عندي هتلاقي ناس كتيره قوي معارضين ليا، سواء اتفقنا سواء اختلفنا معارضين ليا، ممكن هم اللي يغلطوا، لكن ما ينفعش ان انا ارد عليهم الاساءه باساءه تانية. فحاول تخلي عندك طول بال شويه مع المتابعين، وما ينفعش ان انت حد يسيء ليك فانت ترد عليه الاساءه بانك تبلك او تعمل. سيبه يعمل اللي هو عايز يعمله، سيبه يقول، من حق كل واحد يعبر عن رايه، وده امر طبيعي جدا جدا.
نرجع بقى لموضوع الاعتذار. وانا شايف ان الاعتذار من شيم ولاد الاصول. طبعا انا معاك في الكلمه دي، وده مش عيب ومش حرام، وانا شايف ان الاعتذار شيء واجب. بس انت مش واخد بالك ان الاعتذار، او الناس ابتدت تعتذر لك، والناس ابتدت تقرب منك، والناس ابتدت تحبك من بعد مشاكلك مع مدام هناء؟ مش دي حاجه غريبه شويه؟ طب هو هتقول لي لا ده هم اصل ما بيحبوش مدام هناء، اصل هم ما بيعملوش وبيسووا. طب اللي بيغلط في مدام هناء يطلع ويعتذر لها، ويطلع ويتكلم ويقول اللي هو عايزه، وينتقد بما يرضي الله، ويطلع ويتكلم بس من غير ما يغلط فيها، من غير ما يسب في عرضها، من غير ما يطلع يهينها. ده امر طبيعي. لكن ان انت تطلع وتسب وتشتم وتفضل تغلط وباستمرار، ده اكبر غلط، وده غير محبوب وغير مقبول بالمره. وانا شايف ان اليومين دولت حصل انقسام كتير جدا جدا ما بين القنوات وبعضيها، ما بين المتابعين وبعضيها، في مؤيد وفي معارض، في واحد بيحب وفي واحد بيكره. ده مش صح. يعني انا شايف ان ده مش صح، وشايف ان الحاجات دي ابتدت تزيد في وطننا العربي، وبالاكثر او بالاخص هي مصر. ابتدى اليوتيوبرزات مع بعضيهم يبتدوا يكرهوا بعض، يبتدوش يحبوا بعضيهم. ابتدى حتى قنوات النقد تطلع وتتهم وتسب وتعمل، وده مش صح. النقد ان انا اطلع وانتقد الاخطاء اللي انا بشوفها من صاحب المحتوى، مش ان انا اطلع واهينه واطلع وبهدله واطلع وامسك له السكينه على رقبته وافضل اسلخه يمين وشمال. ده مش صح. الصح ان انا اطلع وانتقد بما يرضي الله صاحب المحتوى اللي هو مقدمه. الغلطات اللي غلط فيها في غلطات، في حاجات عملها في حاجات اتعملت، واطلع واتكلم عنها واشد بلاستر بعديها، مش ان انا اطلع وافضل واتكلم واثبت وافضل بقى زي ما بقول زي ما قلت لك اصلخ فيه كده كل شويه. ده مش صح. وانا شايف برضو بجمله التسامح اللي انت بتسامحه دي حاجه كويسه جدا، وقلت لك ان انا بوافقك الراي فيها، الا اني لقيتك برضو بتسامح بعض الناس بس مش كل الناس. يعني طلعت قلت انا بسامح فلانة وعلانة وفلان وعلان، وبسامح وبعمل وبسوي، وحرام وربنا هيحاسبنا، والدنيا مش مستاهلة، والدنيا عاملة، والدنيا بسوي. ده حاجة كويسة. لكن طلعت تاني بعديها ما فيديو ما فاتش عليه 5 دقايق او يعني يعتبر ما فاتش على اللقطه دي 5 دقايق ترجع تاني لا انا ما بسامحش فلان وما بسامحش علان، وانا مش كل الناس بسامحها، والناس دي ما بسامحهاش وعمري ما هسامحها ابدا. اشمعنى؟ ده كده احنا ابتدينا كلب مكيالين يا استاذ رضا. ده مش صح. اطلع ومادام اعلنت التسامح لوجه الله، يبقى ما ينفعش تقول لا انا مش هسامح فلان لا وهسامح علان. ده مش صح. وزي ما انت شفت التعليقات اللي جايه بتقولك انت خدت الاوردر من فلانه من علانه. طبعا مش حابب ان انا اذكر اي اسامي لان كلهم لهم من الاحترام، بس انا بتكلم في حته ان انت اللي بتوصل للناس انها تتكلم. طلعت سامحت يبقى سامحت لوجه الله، يبقى خلاص يبقى الكل سامحه وكله، وانت زي ما انت قلت وهبت نفسك كل لله، خلاص يبقى ما تطلعش وترد على حد وتكبر دماغك. لكن تتنرفز تتعصب تطلع تقول لا انا بسامح فلان لا ما بسامحش علان، يبقى العمليه ماشيه بمكيالين، وده مش صح. في بقى سؤال اتردد كتير في اللايف بتاعك ده، ومعرفش في ناس خدت بالها ولا ما خدتش. يا ترى انت اتجوزت ولا لا؟ طب يا ترى انت هتتجوز؟ طب يا ترى هتتجوز واحده من مصر ولا من بره مصر؟ واسئله كتير من هذا القبيل، ودي اللي انا شفتها. مش عارف الناس معجبينك عايزين يطمنوا عليك، عايزينك تتجوز، ولا عايزينك يشوفوا حياتك اللي جايه ماشيه ازاي. ده في ناس فاكرين ان الفرح اللي انت بتتكلم عنه فرحك انت. يعني سبحان الله، والذهب اللي اشتريته ليك انت، مش لحد، مش لوالدتك او للعروسه الجديده. يعني في كلام كتير قوي بيتكلموا على كده. اطلع ورد. انت طبعا قلت لا الفرح مش ليا، والفرح ناس تانية، وايه المشكله لما اتجوز، وده حقك محدش هيقدر يلومك عليه. وافرح يا برنس البرانيس، افرح بجد. واحده جايه لك كده في اللايف وبتقول لك انا عايزه اتجوزك، الست ام احمد، بس طبعا مش ست ام احمد بتاعتنا، لا ست واحده اسمها ام احمد. ست تانية بتقول لك افرح يا رضا انا عايزه اتجوزك. هترد بقى وتقول ايه؟ واحده هي بتعرض عليك الجواز على اللايف على المباشر زي ما بيقولوا، وعلى الملأ قدام الناس كلها. لا والتانية جايبه لك عروسه هي من المانيا ومزه كده وحاجه حلوه. ايه ردك هيكون ايه؟ ولا لسه هتفكر؟ وعايز اقول لك ان اللايف بتاعك كان الدنيا ماشيه لذيذه حلوه كده زبادي في الخلاط، الا ان خناقه الستات ابتدت مع بعضيهم.
ما بين الست أمينة أم حمزة والأخت جوجو، وابتدت بقى كلام، ودي تتكلم ودي فلانة تتكلم وعلانة تتكلم، واللايف كان ماشي كويس إلا الخناقة دي بوظت لك اللايف. وأنا شايف إن اللايف ابتدى يخرج عن السيطرة في الوقت ده، حتى لو أنت بلكت بعض المتابعين وبعض الحاجات دي كلها، بس اللايف أنا شايف إن هو خرج عن السيطرة. بس انا شايف ان حته ان انت تطلع وتقول انا هبلك فلان وهبلك لاي حد وكده، واللي هيزعل جوجو انا هبلكه، ده من ضمن الاخطاء اللي انت ممكن تقع فيها، لانك بتلفت الانتباه لحاجات كتير. انت اللي بتدعي ان الناس تطلع وتتكلم وتقول لك مين فلانه ومين علانه ومين جوجو ومش عارف فلانه وعلانه، الكلام الكتير اللي احنا عارفينه ده كله، انت بتلفت الانتباه، وطريقتك في التعامل برضو بتلفت الانتباه. فخلي بالك من الحاجات دي، وخلي بالك ان كل كلمه محسوبه عليك، لان في قنوات كتير قاعده ومنتظراك. عايز اقول لك على حاجه بقى غريبه، وده احساس غريب راودني في الفتره اللي فاتت، لما كنت بتفرج على الفيديوهات بتاعتك انت ومدام هناء، او في بعض الفيديوهات اللي خاصه بيك انت ومدام هناء، كنت بشوفك قاعد ومتضايق وانت جنبها. وده صراحه ليه احتمالات كتير قوي. يا ترى مش حابب الجوازه؟ يا ترى ما كنتش سعيد ومبسوط؟ يا ترى اتضايقت من كتر الشتايم اللي اتعرضت ليها مدام هناء وسب الاعراض؟ يا ترى اثر في نفسيتك؟ كلام كتير قوي قوي ممكن نطلع ونتكلم فيه ونقول عنه حاجات كتير قوي قوي. فده اللي لفت انتباهي، لكن مش عارف ان ممكن ده هيكون هو سبب شهرة مدام هناء. يعني ممكن يكون اللي حصل ده او كلام الكتير اللي بيتقال ده ممكن هيكون هو السبب الشهرة لمدام هناء، وهو ده سبب شهرتها، وده اللي وصلها من 100,000 ل 500,000، اللي إن شاء الله ربنا يبارك لها وتكمل قناتها وتوصل للمليونية. أنت مش عارف إن ممكن من ورا سب الأعراض، الكلام الكتير، الشتيمة، أنت مش عارف ده ممكن يكون سبب شهرتها وشهرتك في الوقت ده. فما كانش ينفع إن أنت تطلع وتتضايق، لأن طبعا الأخت جوجو عاملة لك فيديو، فطبعا أنت فاهم، فجايباك بقى وأنت قاعد متضايق وحزين، وكأني مش عارف حاجه ما كانش ينفع تطلع. حاسس ان انت مش حابب ان انت هتعمل فيديو، الافضل انك ما تطلعش فيه اصلا، ولا انك انت تطلع وتبقى قاعد مكشر او كده. وطبعا جيت في نهاية الموضوع حابب ان انا اكلم كل اخواتنا ومتابعينا المحترمين المؤيدين لينا والمعارضين، ندعي لكل الناس المرضى في جميع وطننا العربي وفي اي مكان، ندعي دايما بالشفاء العاجل ليهم. وبالنسبة للناس اللي ماتت الفترة اللي فاتت، ندعي ان ربنا يرحمهم رحمة واسعة، وربنا ينجي وطننا العربي من كل سوء يا رب العالمين. ودي يمكن حاجة بسيطة كده حبينا ان احنا نطلع ونتكلم فيها. واللايك يا جماعة، لان اللايك مهم جدا جدا، وجيت في نهاية الفيديو اللايك مهم جدا جدا عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. فما تنسونيش بقى باللايك، ونختم باللايك الجميل، التعليق الحلو منك. اذا كنت مؤيد او معارض ده مش ما يمنعش ان احنا نسمع مواضيعنا ونطلع ونتكلم ونناقش فيها مع بعض، ده ما فيهوش ادنى مشكلة. بس يبقى فيه اتفاق واحد، انه اللايك مش هتتعب. بص، كل اللي هتعمله تدوس على الزرار اللايك وخلصت. ايدك وجعتك ما وجعتكش، يبقى نطلع. ايدك وجعتك انت كمان يا اختي ما وجعتكيش، يبقى نطلع وندي اللايك عشان ربنا يبارك لنا جميعا يا رب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.